أخيرا مسلسل الهندي العميلة السرية أو كما يسمى في الهند بمسلسل الحب الخادع الجزء الثاني ستعرض حلقاته الأخيرة في العالم العربي، ولا يوجد جزء آخر له، فنهايته حسب التصريحات المنتجين فهي مقنعة ولا تحتاج إلى جزء آخر. شاهدوا الفيديو حتى النهاية حتى تتعرفوا على بديل المسلسل العميلة السرية ومعلومات تفصيلية عنه وقصته المشوقة. وإلى التفاصيل، سيتم عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل العميلة السرية في الوطن العربي على قناة MBC بوليود يوم الثلاثاء 21 شتنبر. وقد تم إعلان رسميا من طرف قناة MBC بوليود أن مسلسل البديل للعميلة السرية هو مسلسل الهندي ملح الحب، والذي سيعرض بعنوان على قيد الحياة ابتداء من يوم الأحد 26 شتنبر على الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية، العراق وفلسطين على الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، على الساعة 10 مساء بتوقيت المغرب والجزائر. معلومات عن مسلسل على قيد الحياة: نوعية اجتماعي رومانسي، انتهى عرضه في الهند في 13 أغسطس 2021، وقد وصلت عدد حلقاته إلى 187 حلقة، يتكون من موسم واحد، وقد حصل على تقييم 65% من الإعجاب من طرف الجمهور الهندي. قصة المسلسل على قيد الحياة: تدور الأحداث المسلسل عن راقصة تدعى كاهاني، حياتها صعبة جدا، فهي تبنت يتيمين وتعمل جاهدة لدعمهما وتوفير الحياة السعيدة لهم. تفكر كاهاني في الزواج، ولكن لا توجد عائلة تريد أن تكون راقصة كنتها، فهي وصمة عار بالنسبة لهم، فيقع في حبها رجل متزوج ويرغب بزواج منها، ولكنها ترفض بشدة، فيقوم بخطف إخوتها بالتبني ويهددها، وتتوالى الأحداث ليقوم أخوه بالزواج منها من أجل إنقاذ عائلته من التشتت. يتزوجها رجل أعمال ثري اسمه يوغ بارات راجبوت. تبدأ معاناة كاهاني مع زوجها وعائلته، فهم يكرهونها جدا ويؤمنون أن الراقصات يقومون بهدم البيوت، إلا أن القدر له كلام آخر، فكاهاني هي ابنة هذه العائلة ولها تاريخ معها، ويوغ هو صديق طفولتها قبل 15 سنة. المسلسل مشوق وأحداثه مفاجئة، توجد بعض الأخطاء في أحداثه، في رأيي الشخصي تقييمي له 6 من 10. قام ببطولته الممثلة شروتي شارما بدور كاهاني، وأديتيا أوجاها بدور يوغ، والممثلة الهندية موناليزا بدور الشريرة. أخبروني في التعاليق، هل أنتم متحمسون لمشاهدة هذا المسلسل؟ وهل ستشتاقون إلى مسلسل العميلة السرية؟ انتهى الفيديو، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات عن المسلسلات الهندية ونجومها، واعملوا لايك للفيديو، وكلمة شكر منكم تكفيني.